أهلا بكم جميعا. ممكن في وقت أقدم لحد هدية أو نصيحة أو مساعدة أو أعرض عليه مثلا إن احنا نبقى شركاء أو أيا كان الحاجة اللي أنا بطلبها، والطرف الآخر يرفض، فأزعل جدا ويجيلي شعور إن أنا اترفضت، إن الرفض ده أنا شخصيا اللي اترفضت. خلينا نقول أول حاجة إن اللي اترفض هو الشيء اللي انت قدمته، مش انت نفسك اللي اترفضت. بمعنى انه انا دلوقتي ممكن واحدة تكون صديقتي جدا، بس ينفع انا وهي نبقى صحاب، بس ما ينفعش نبقى شركاء، ما ينفعش نتشارك في حاجة، مش هنكمل مع بعض وشخصياتنا مش هتمشي مع بعضها او ايا كان السبب. يعني ممكن حد يكون انت هينفع تشاركه لكن مش هينفع تناسبه. فاللي اترفض هنا، اللي اترفض هنا مش انت، اللي اترفض الشيء اللي انت بتقدمه، وده حق اي حد ان هو يقبل او يرفض. طب ازاي ده؟ انا ممكن اكون المساعدة اللي هساعدها للشخص ده هتساعده مثلا في شغله، في تجارته، في حياته، في كذا في كذا. اللي اترفض النصيحة، اللي اترفض المساعدة، مش انت نفسك اللي اترفضت. فاول حاجة تفصل نفسك عن الشيء اللي بتقدمه. الشيء اللي انا بقدمه ده حاجة، وانا شخصيا حاجة تانية. الشعور ده بيجيلي منين؟ الشعور ده بيكون مصدره شعور الرفض اللي حصل لي وانا في الطفولة من الاسرة الاولى اللي هم الاب والام والاخوات. طيب ده معناه ان هم السبب في الشعور اللي انا حاسه دلوقتي؟ احنا دلوقتي يعني عدينا مرحلة ان مين السبب ومين اللي احنا بنحل مشكلتنا الحالية دلوقتي. مشكلتك دلوقتي انك تكون عارف ومتأكد ومتيقن ان انت وجودك مقبول، وجودك مقبول بعيوبك، بأخطائك، بالجانب المظلم بتاعك، بذنوبك، بسيئاتك. وجودك مقبول من رب العالمين. ربنا اللي خلقك متقبل وجودك، ولو هو مش متقبل وجودك بمنتهى البساطة هتموت في لحظة، مش هتبقى موجود. لو هو مش متقبل وجودك انت مش هتبقى موجود. اذا ربنا متقبل وجودك حتى هذه اللحظة ما دمت انت على قيد الحياة. يعني يكفي ايه بقى ان الطرف الاخر ده زيه زيك. ما ينفعش ان انت تخلي تقييمك لنفسك وتقييمك لوجودك معتمد على ان الطرف الاخر متقبلك او لا. يتقبلك او لا دي حاجة تخصه، لكن انت مقبول، انت مقبول وانت موجود. عارفين اللي يكون قدم مثلا في وظيفة تكون مهمة جدا، وجه صاحب الشركة دي تقبله واداله منصب جميل واكرمه واداله مكان، وبعد كده راح جاي حد واحد زيه واحد زميله مثلا وقال له تصدق انا مش قابل ان انت تبقى في الوظيفة دي، على فكرة انا ما قبلتش ان انت تبقى في الوظيفة دي. يا اخي عنك ما قبلت انت اصلا زيك زيي، فمش مخلوق زيه زيك اللي هيقدر يقول انه لا انت مقبول او انت غير مقبول. ربنا سبحانه وتعالى متقبل وجودك، والا كان خدك في لمح البصر. يبقى اول حاجة الحاجة اللي هي اترفضت دي هي حاجة وانا حاجة. تاني حاجة انا كده كده وجودي مقبول من رب العالمين. انت كمان وجودك مقبول من ربنا بشكل غير مشروط. يعني ربنا لما قال ولقد كرمنا بني ادم، ما قالش كرمنا دول ودول لا، ما قالش دول هم المكرمين ودول هم اللي لا. ربنا قال بني ادم. اذا كل بني ادم مكرم من رب العالمين، كل بني ادم ربنا مسخر له كل حاجة في الكون تحت امره، كل بني ادم موجود ربنا متقبل وجوده، والا كان خده في اي لحظة. طب ازاي اتعامل مع الشعور ده؟ اول حاجة حديثي الداخلي، كلامي مع نفسي، ان انا اقول لنفسي لا انا متقبل وانا موجود. وطبيعي زي ما في ناس رافضه اللي انا بعمله او رافضه وجودي، حتى في ناس تانية متقبلة وجودي. يعني احنا مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم اللي الناس اختلفوا عليه. فاقول لنفسي عادي، ايه المشكلة؟ حتى لو دول مش متقبليني في غيرهم متقبلني. دي اقل مرحلة. طب ايه المرحلة الافضل؟ المرحلة الافضل اني اقول لنفسي ان انا متقبل نفسي. انا متقبل نفسي ازاي يا جماعة؟ انا متقبل نفسي ان انا لما اغلط مش هقعد اجلد نفسي واقعد انب نفسي واقعد اخد كل حاجه كده ازاي غلطت وازاي وازاي وازاي، لان ده اصلا شكل من اشكال الكبر وهنتكلم عنه في وقت تاني. يبقى انا لما اغلط ما يبقاش جوايا جلد الذات والتأنيب، لا اسمح لنفسي ان انا اغلط عادي. يعني ده معناه ان انا امشي بقى افضل اخترق حدود ربنا وامشي اقعد اغلط في حياتي؟ لا انا ما بقولش كده، لكن كلنا هنغلط، ربنا خلقك وعارف انك هتغلط. فبالتالي لما اغلط انا هستغفر او هأكفر عن السيئة دي وهصلحها وخلاص. مش هقعد اقول لنفسي ازاي عملت وازاي سويت، حيث لا ينفع الندم. الندم ده اصلا ملوش اي قيمة وملوش اي معنى ما دمت انت استغفرت بيقين وطلبت ان انت ربنا يغفر لك او يكفر عنك السيئة دي وخدت الخطوات الفعلية انك تصلح الشيء اللي انت اخطأت فيه. خلاص لازمته ايه ان انا افضل انب في نفسي والوم في نفسي؟ يبقى حديثي الداخلي مع نفسي ده بيخليني اقبل نفسي اكتر. عدم جلد الذات وعدم تأنيب الواحد لنفسه عمال على بطال ده بيخليه يتقبل نفسه اكتر.
يبقى المرحلة الأولى إني هقول عادي لو دول مش متقبليني في غيرهم متقبلني، ودي برضو مرحلة متدنية. المرحلة الأفضل طبعا إني أنا أكون متقبل نفسي أكتر وأكتر. المرحلة الأعلى إني أنا أكون عارف إني متقبل من الله عز وجل وحاسس بده. يعني دايما هسأل نفسي، وده يعتبر يعني ممكن يكون تمرين عملي كنا اتعلمناه من دكتور احمد عمارة، انه دلوقتي انا ممكن اقضي اسبوع او 3 ايام او اكتر ابقى مركز دايما طول اليوم بتاعي هو ربنا شايفني ازاي دلوقتي، او انا هعمل الحاجة دي عشان ربنا بيحبها مش عشان البشر ايا كان رأيهم فيها ايه. يعني انا دلوقتي مثلا داخل بغسل وشي وبتجمل وبلبس لبس جميل، يعني لان ربنا بيحب الجمال وربنا بيحب ان انا يبقى شكلي كويس، مش مهم بقى الناس هتقول ايه على شكلي او على لبسي او على كذا او على كذا. يعني انا دلوقتي هاكل طعام طيب وهاكل من حلال، مش بس علشان محدش يقول لي انت بتاكل ايه او وزنك زاد او مش عارف ايه، لا انا بعمل كده لان ربنا امرني ان انا اكل طيب وامرني ان انا بدني له حق عليا، فانا بهتم بنفسي وبهتم بصحتي لان ده امر ربنا. هقضي الاسبوع كله على كده، وكل ما المده طالت طبعا تبقى افضل. ده مش معناه ان انا همشي طول الاسبوع زي المسطره، لا، انا كل الفكره ان انا هيبقى تركيزي ان ربنا شايفني ازاي دلوقتي واني بعمل الحاجه دي لله بصدق، مش كده وكده يعني. طب ولو وقت حسيت نفسي ان انا لا مش بعمل الحاجه دي بصدق، عادي هكون صادق مع نفسي وهقول لا انا دلوقتي مش بعمل الحاجه دي لله، انا بعمل الحاجه دي عشان انا عايز اتمنظر مثلا او عشان عايز الناس تقول عليا كذا. ايه المشكله؟ خليك صادق مع نفسك وتقبل نفسك في الوضع ده، لان احنا على اقبال وادبار، يعني احنا كده ولا كده بنقرب وبنبعد وبنروح وبنيجي. الانسان عامل زي بندول الساعه رايح جاي، مفيش حد بيفضل في حاله سليمه طول الوقت ولا في حاله غير سليمه طول الوقت. فتقبل نفسك واعرف ان انت وجودك متقبل من الله عز وجل، وجودك متقبل من ناس كتير جدا، لكن احيانا شعورك انك مرفوض بيخليك ما تبقاش شايف الناس اللي بتحبك وشايف الناس اللي يهمهم امرك حقيقي. فاعرف ان انت موجود، اعرف ان انت مقبول، اعرف ان انت من حقك تكون محبوب. والسلام عليكم.